مرحبا مشاهدينا الكرام، أنا دنيا عبد، راح أكون وياكم ببرنامج موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم شلون تكون شخص اجتماعي وتكون صداقة ناجحة. تعالوا خلينا نشوف آراء الناس. قلبي لما لا خلاني مشيت وراه وتعلقت بعيونه وتعلقت بهواه، واللي بيحصل لي ده مش حاجة طبيعية، ده خد روحي وعينيا معاه. قلبي لما لا خلاني مشيت وراه وتعلقت بعيونه وتعلقت بهواه، واللي بيحصل لي ده مش حاجة طبيعية، ده خد روحي. نجا صداقة يعني ناجح صداقتك وين دا سنسا أو نجا اجتماعي أولا. والله هي أس شخصياتنا طرفه يعني نece mesela bu Yanaşav'da bir okuldan oturup yoldaş mıdır? arkadaşımdı. Arkadaşlar. Nece tanıdığı? Vallahi kulliyede tanıdım özüm. Tanıdığı nece oldu tanışmak oldu? Yani baktım yani şahsiyatı ihtiramından tarafa yani ihtilatımız oldu böyle. Yani rəsən gəldiniz buraya oturdunuz, yani ha zamandan tanısanız? Yok çoktandan tanıdım özüm. Yani kulliyede nece der dolaştım özden, şey ettik özden. Birinci gün gördü özün. Sonra davet ettiniz birbirinizi. Sonra hemen seleşmem için nece oldu? Yani geldik davet oldu böyle şeyler oldu. O yüzden de tanıdım özüm. Neçə ildir tanısan özün? 5 yıl. Maşallah. Güzel bir sadakadı bu. Değişmem öz dünya malını. Allah saklasın sizi. Sağ olasın. Sağ olasın, sağ olasın. شلونك؟ هلا وحياتي. خريجة؟ طالبة. إن شاء الله تخرجي. تسلمين. موضوعنا اليوم شلون تكونين صداقة ناجحة أو شلون تكونين اجتماعية؟ أولاً أنا اجتماعية أصلاً، هذا طبعي، وصداقة ناجحة تكون حسب الثقة، حسب ثقة البنية، يعني المقابلي ما يجي من جانبي أني، فهي إذا عندها ثقة وعندها يعني صفات زينة أكيد هاي صداقة ناجحة. شلون تعرفتي على صديقتك؟ سويت أظافر يمها. هي تسوي اكريليك وطلع كليتنا واحدة، قسمنا طلع واحد. حلو. تشوفين الأشخاص اللي يكونون اجتماعيين عندهم طاقة حلوة؟ أكيد أكيد، المعاشرة تقلل الطاقة السلبية، كل ما تكونين اجتماعية حتى إذا عندك أشياء سلبية بداخلك أو قهر أو هاي يروح يخف. تمام حياتي، عاشت إيدك، شكرا. أنا عمري حياتي. لو شلونك أستاذ؟ اهلا وسهلا. عائلتك؟ عائلتي صفي، واليوم عيد زواجي على المود هذا، اني اليوم فرحان فرد مره وما شاء الله خدمه هنا زينه، وكل مره في فتره. شنو تقول لها مادام؟ والله كل عام هي بخير، وان شاء الله 1000 سنه نقدر نتعزز سويه. إن شاء الله، الله يخليكم لبعض إن شاء الله. اليوم موضوعنا شلون تكون اجتماعي وتكون صداقة ناجحة؟ والله اني سايكولوجي يعني سايكولوجيا اني هوايه سوشيالي، يعني اجتماعي هوايه، صداقتي هوايه، عدو ما عندي اعداء يشتغلون، بس اني ما اهتم لهم، دائما احب الحياه، احب شو اسمه، وبرجي هيك بجد يعني. ايه. اوكي، شلون تعرفت على مرتك؟ تعرفنا اول مره بعركه، تعرفنا اول تعرف، احنا اثنيناتنا نداوم يعني بنفس القسم بالمستشفى، اي بغير قسم. اني كنت اول ما تعرفت عليه تعاركت، ورا ما عارك صار بعد العداوه محبه. بعد يعني عركه محبه. عداوه محبه، فتعرفت عليه، وراها ما طولت 3 شهور انخطبنا، وبعد صارت قسمه. قصه حلوه، الله يحفظكم لبعض. تسلمين. الحمد لله. شو اسمك؟ عمر. عمر، هذول اصدقائك ولا اخوانك قاعد وياهم؟ إخواني. الله، اخوانك الله يحفظهم. شكرا. شلون علاقتك ويا اخوانك؟ الحمد لله. ما دام طالعين سوا يعني الامور اوكي. إن شاء الله. الحمد لله. عمر، اليوم موضوعنا شلون تكون اجتماعي وتكون صداقة ناجحة؟ يعني مثلا نقعد نقرأ ويا بعض، نسأل عن درس من بعض، نقوم ونقعد ويا بعض هيك، نلعب ويا بعض ونتطور، يعني نطلع وهيك ويتطور. اوكي. اكثر يعني الصداقة مالتك يعني عمره ايش قد؟ ابن عمي أكثر شيء. صار ايش قد هو صديقك؟ من 16 سنة يعني. الله يحفظك. شكرا. شكرا. الشوق في عيني بان
والقلق والجنان، وإن شفته مع غيري بغير عليه كمان. نسيت كل اللي كان من يوم ما جه وعرفته، ده غير كل اللي شفته زمان. بان الشوق في عيني بان، والقلق والجنان، وإن شفته مع غيري بغير عليه كمان. نسيت كل اللي كان. شلون تكون إنسان اجتماعي وتكون صداقة ناجحة؟ والله من ناحية الثقة أول مرة لازم تصير ناحية ثقة، وثاني شيء يعرف شلون يتعامل ويا أناس، يعني ما يدورون مصلحة، ما يدورون يعني شغلته يخلص وبعد ما يسأل عليه لو هذا الموضوع. أكيد عندك أصدقاء، شلون تعرفت عليهم؟ يعني واحد منهم احكي لي التفاصيل شلون تعرفت عليه، شلون تطور علاقتك بيه؟ والله أنا بالنسبة يعني أيام المعهد يعني عندي أصدقاء 2 3 الحد هذا اليوم ما اختلف بيناتنا أي شيء. يعني مثل ما قلت لك شغلة ما بها مصلحة، من ما تصير بها مصلحة أكيد تصير صداقة قوية مرحبا. السلام عليكم. حياتي شلونك؟ الحمد لله بخير. طالعة ويا صديقاتك؟ ايه اكيد صديقات العمر. حبيبتي الله يخليهم. تسلمين قلبي. اليوم موضوعنا شلون تكونين شخص اجتماعي وتكونين صداقة ناجحة. والصداقة يعني أهم شيء بالصداقة هي الثقة. يعني الثقة إذا ما موجودة فالصداقة يعني ما مبنية يعني على شيء يعني ما لها داعي إذا ماكو ثقة وإذا ماكو مصداقية بالصداقة. وهسه أغلب الأصدقاء يكونون على مصلحة، هذا الشيء دا يأثر على المكونات يعني على الأصدقاء، يخلي الصداقة ما تبقى لها معنى، ينتهي بالضبط. فهسه احنا الحمد لله أنا وصديقاتي الحمد لله مصداقية بيناتنا، وإن شاء الله نبقى طول العمر، مو بس مرحلة الكلية، وأنا نبقى طول العمر ويا صديقاتي إن شاء الله. الله يحفظكم. بالأحزان. الله يحفظكم. شنو كلامك الأشخاص اللي غير اجتماعيين شلون يكونون اجتماعيين أكثر؟ والله ترى هاي يعني بطبع الإنسان، يعني واحد ما يقدر يغيره، بس إذا عن طريق الصداقات. يعني واحد إذا مرات الإنسان شلون يكون منعزل يصادق، فهاي الصداقة تكون ما زينة، فمن ما يكون ما زينة بعد يبتعد عن الناس، يبتعد عن يكون العزلة. فإذا واحدة تكون منعزلة لازم الأهل مثلا يقربون منها الصديقات الزينات حتى يتعرفون عليها، حتى يكون لها ثقة إنه الناس بعدها زينة والصداقة بعدها موجودة. مرحبا. مرحبا حياتي. لجسان؟ حمد olsun ruhum senin Cesen. الحمد لله حياتهم. yanında arkadaşlık nedir? Yani صراحة yani de arkadaşlık çok büyük bir şeydir. Çünkü zaten yani insan hayatı yoldaşlardan hoş olur. Tamam. Nece arkadaşlar utandı? صراحة benim yoldaşlarım yani mağdur insanlar. Bir de mutavassadan özlerinden. Yani mektebin zamanından özleri takriben bir 8-9 yıldır beraber. Güzel. Mutavassıda nece birbirinizi tanıdınız? Yani sen getir yanlarına özler geldiler yan. Mesela mutavassıda aynı saftaydık ve saf grubumuz vardı. Ve grupta selaşardık, birbirimize yardım ederdik. En çok yoldaşlığımız o yardım etmekten geldi. Mesela o ona yardım eder, vacip vermekte falan. Böyle daha fazla yoldaş olduk. Güzel. Neyi var istesen yoldaşlar var diyesin? Yani Allah koysun özlerimizin için hayatın koştuğu yoldaşlıktandır. تمام. ألو sağlık حياتهم. ممنونة مرحبا. مشاهدينا الكرام، طبعا شفت مجموعة من الشباب قاعدين ومبين صداقتهم كلش حلوة. تعالوا خلينا نسألهم شلون تعرفوا على بعض. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ والله. أصدقائك هذول ولا إخوانك؟ لا والله أصدقائي كلهم. الله يحفظهم. صار ايش قد هم أصدقائك؟ والله هذا تقريبا 3 سنوات صاير، وهذول بالمدرسة ويا 6 سنوات. منو أكثر شخص اجتماعي بيكم؟ أنا اللي أوكي. أنت يعني كونت هذا الصداقة؟ أنت عرفتهم على بعض؟ والله أنا وهذا الولد صديقي تعارفنا بالطوبة بالمدرسة، ساعنا دوري، فصارت عركة بيناتنا وبعدين صرنا أصدقاء. يا يعني تعاركتوا وياه؟ ايه على شنو؟ والله على فاول. إيه وبعدين شلون تصالحتوا؟ شلون؟ شلون تصالحتوا بعدين؟ وكلنا اصدقاء اخوان، يعني ما يصير فشل. منو يعني أول واحد راح يم الأخ وقالوا خلينا نسامح بعض وننسى اللي صار وكذا؟
أنا راح يمه. إيه. انت اكبر منه ولا هو اكبر منك؟ نفس المواليد. نفس. الله يحفظكم. الله يسلمك. لا انت شلون تعرفت عليهم؟ والله أنا نفس الشيء ويا مدرسة ويايا بالمدرسة ويايا تقريبا صاير 6 سنوات ويايا يعني نعرف بعضنا يعني اكو مثلا شلون تقول صداقة عائلية بيناتكم ولا بس انتم اصدقاء؟ مو عائلية بس يعني صداقة بيناتنا. الله يحفظكم. وانت؟ جوارين يعني. جوارينكم. انت تعتبر نفسك شخص اجتماعي ولا مو اجتماعي؟ شخص اجتماعي. الشخص الاجتماعي شلون يكون؟ شلون يكون؟ عنده أصدقاء هواية، محمود بين أصدقائه، علاقات يعني ويا الكل. هذا من هذا بين هو الشخص اجتماعي أو لا. بس عندك بس هذول الأصدقاء ولا عندك يعني أشخاص أخرى؟ لا عندي هواية أصدقاء. حلو. يعني بالفعل أنت شخص اجتماعي، أثبتت. شكرا، عاشت إيدكم. صار ايش قد تعرفيهم؟ والله صار تقريبا 9 سنوات. ما شاء الله. شلون تعرفتي عليهم؟ بالمدرسة تعرفنا سوا بالمدرسة كنا. منو أكثر شخص بيكم اجتماعي؟ زينب. زي تمام. شو اسمك انت؟ نور. انت شلون تعرفتي؟ كلكم نفس المدرسة قالت له انت شنو؟ بس إيمان بالمدرسة كنا سوا. حلو. الشخص الاجتماعي شلون يكون؟ يعني يكون مختلط، يختلط بالناس، يحكي. هسه أنا مو مختلطة، أنا ما أحب أختلط. إيه بس هاي لا اجتماعية تحب. نرجع الإيمان. إيمان، الشخص الاجتماعي شلون؟ يعني تختلط، تصير اجتماعية أكثر بالمجتمع، يعني تحكي أكثر. شلون تبنين صداقة ناجحة؟ ما دام أنت هالمدة الطويلة كلها هذول صديقاتك، يعني شنو على أي أساس مشيت وياهم؟ الثقة أكيد والصراحة يكون بيناتنا. عندك قاعدة للصداقة؟ يكون صريحة وياي كل شيء من كل ناحية. بس بعد وي خلاص سرقت مواقف. أي أكيد مواقف، أيام الصعبة وأيام المرة أكيد. تشوفين صديقتك بفلان موقف شلون تكون؟ يعني توقف وياك كل وقت. نعم كل أيام الصعوبة والحلوة والمرة. بالفعل. من هاي الناحية أو من هاي النقاط راح تشوفين إنه صداقتك ناجحة أو لا، صح؟ أي أكيد. شكرا، عاشت إيدك. أهلا وسهلا. خالة، شلون الشخص يكون اجتماعي ويبني صداقة ناجحة؟ يعني بهالوقت صعبة. تدي الصدق غير؟ مو؟ اي بهالوقت صعبة، يعني قد ما واحد يكون على نيته ونيته صافية راح ينصدم بالواقع. مو صحيح؟ يعني بحكم العمر. زين؟ ف يكون التعامل على قد، يعني مثلا إذا بالدوام على قد الدوام، جارك على قد الواجب، ويعني صارت حتى الأقارب هم نفس الشيء. مو صحيح؟ حبيبتي. الشخص شلون يكون اجتماعي؟ اجتماعي بأخلاقه. زين، لأنه أنت عايشة بهذا الواقع، فأنت ما توقفين على كل شيء، أكيد لازم. زين، وتتعاملين بأخلاقك أنت، مو بأخلاق المقابلين. أكيد لازم. يعني صح تتأذين بس ما تقدرين تغيرين طبعك. يعني اللي ربع على شيء وكبر عليه يبقى عليه. إيش قد ما ينصدم وإيش قد ما يقول لا بعد ما أساعد وبعد ما أسوي وبعد. هو طبع الإنسان إذا كان زين يبقى مثل ما هو، يعني معدنه ما راح يتغير أبد. يجوز يصير عصبي ويعيط ويهوس ويسوي، بس يرجع فترة أصلا لا، ويظل يلوم بنفسه. أنا ليش هيك سويت أو ليش نزلت لهالمستوى. عاشت إيدك خالة كل شيء. حبيبتي في دول قلبك عيوني. شكرا. Sen أكيد arkadaşlar var. Nece tanıdığınızlar? İşte عندي دوتشمن.
24 ساعات تلشماخ تشخماخ اشتهبوا يعني اجتماعي اشتسونا تواصدر رواخد 24 ساعة تواصدر سونا هي قطعة وتردس كت يعني باجتماعي ذي أرخداشو ده بله neçe Vallahi 5 yıldı. Takriben 5 yıl burada, orada da 5 yıl 10 yıldı. İnşallah. Allah saklasın. Sağ ol, sizden var. Abi, arkadaşlık nece göresen? Vallahi bu zurufta arkadaşlık çok güzel bir şeydi özü. Arkadaşlık nedir? Kardeş demekti, durmak demekti. Düştü gelsin, baş vursun, sorsun sana, yok gülsün, düşen dav. Yani insanlar indi mahtramat, haş hazırdan dedi bir şey kalmadı. İndi arkadaş kalmadı. Vallahi. İndi arkadaş çok az oldu. Avvalçılar bizim zillerimiz, arkadaş. Bir gün göz çıkmasaydı telefon yok idi o vakit. Yani ardı var idi ne der bizim ha. Gelerdi, sorardı, kapı çalardı. Hayırdı bir şey var, göz çıkmışsa niş gelmedi, niş sormadı. İndi yoktu. Bir yıl göz çıkma, 10 yıl göz çıkma. Aynı taz, aynı hamamdı. Sormaz sana. شنو أو شلون تشوف الشخص الاجتماعي وشلون تكون صداقة ناجحة؟ الشخص الاجتماعي مبين من أول وهلة من الكلام معه إذا كان اجتماعي إذا كان وجهه بشوش ويتقبل النقد البناء والهدام هذا تشوفينه اجتماعي أما عكس هذا تشوفينه متحفظ غير اجتماعي. تمام. شلون تكون صداقات ناجحة؟ أنت مريت بعمر من عمرك أكيد بكل عمر شفت مجموعة من الأصدقاء. شنو يعني عندك أساس عندك أمور مثلا تمشي عليه تقول أني إذا مشيت على هاي الشغلات صداقتي ويا هذا الشخص تكون ناجح؟ أول شيء لازم نوطن نفسنا على تقبل جميع الناس لأن ما حد يخلى من العيب هذا واحد. اثنين حتى أتقبل الشخص المقابل لازم إنه كل واحد ما دام أريد أتقرب من عنده لازم بيعيب فحتى أتقبل صداقته لازم أعرف عيوبه أتقبلها مثل ما أتقبل حسناته. بالإضافة إنه الصداقة مو بالكثرة الصداقة أشخاص معنيين مقدرين على قدر الأصابع 5 4 هذول أصدقاء حقيقيين. أما الصحبة هاي صحبة كثيرة بس الصداقة لا فد شيء مختلف. شلون تشوفين أو شلون تعرفين هذا الشخص اجتماعي ولا لا؟ صراحة ما أعرف يعني من اختلاط يبين أكثر شيء من شخص يبين إنه هو اجتماعي. أي صحيح. إيه. أنت كمرة يعني عمرك 20 سنة أكيد عندك صديقات شلون تشوفين الصداقة ناجحة؟ أكيد صداقة يعني بالحقيقة يعني أكثر تكون ناجحة من تكون من الإنترنت وما أدري شو هاي السوالف. أي. شلون مثلا أكيد أنت عندك صديقة احكي لي عن وحدة منهم شلون تعرفتي عليها؟ عندي صديقة يعني هي من الابتدائية وياي وكل زينة. إيه في اللي حد هسه باقية هي يعني من كل صديقاتي اللي كانت وفية وياي. إيه يعني تشوفين إنه الصداقة وفاء؟ إيه صحيح. ومواقف؟ إيه هو الصداقة يبين مواقف. بالفعل يعني هاي صديقتك كان عندها مواقف وياك على مود هاي استمرت لحد هسه. إيه صحيح. مرحبا. مرحبا. شلونك أستاذ؟ الله يخليك. أستاذ أنت مريت يعني من عمر هواية نعم. هيك نقول نعم. وشفت مواقف هواية شلون تعرف إنه هذا الشخص اجتماعي وشلون تكون صداقة ناجحة؟ يعني بصراحة بالعشرة يعني القاعدة طالعة طبة فتعرف إنه هذا الشخص يعني موالم ويا عمرك موالم ويا يعني قعدتك يعني مو كل واحد تقدر تقعد وياه مو كل واحد تقدر تحكي وياه بالعلاقة يعني اليومية أو يعني نقدر نميز الشخص الصح من الشخص الغلط. تعتبر إنه الصداقة مواقف؟ أكيد لازم مواقف إذا ما بيها مواقف مو صداقة. لا عاد لازم الشخص يكون وفي؟ أكيد وفي هو من نقول الصداقة هاي كلها تعتبر من ضمن شلون إطار الصداقة يعني صراحة. عندك صديق وفي؟ إيه هواي عندي أصدقاء كلهم وفياء الحمد لله. الحمد لله الله يخليهم. الله يخليك. شكرا. هلا مرحبا. مثل ما تعرفون الصداقة لها معاني كلش هواية وفاء مواقف العشرة وإلى آخره. حابة أقول لكم نبذة عن الوفاء بالصداقة. فدي يوم من الأيام 2 جندي كانوا رايحين للحرب واحد بيهم يعني كان بالأمام والثاني وراه. اللي بالأمام تأخر والله قال للرئيسة إنه خلي أروح أطمئن عليه أشوف إيش صار ويعني شلونه. الرئيس قال وين دا تروح أكيد هو هسه ميت ويعني وليش تروح؟ قال له لا أنا أريد أروح أشوفه أطمئن عليه.
قال أني يعني إذنك مرفوض. قال له لا يعني أني أريد أروح، وراح أروح. راح لما راح شافه أنه هو ما بين الحياة والموت. آخر شيء قبل ما يموت قال له أنه أني كنت أعرف أنه أنت راح تجي، فشاله ورجع. هو راح يعني رجع، الرئيس قال له أنا مو قلت لا تروح، أكيد هو ميت. قال له عادي، أهم شيء هو قال لي أنه أنت آخر شيء أنه راح أشوفك قبل ما أموت. يعني مرات الإنسان إحساسه يكون أصدق من هواية شغلات. وإلى هنا ينتهي مشواري وياكم بهاي الحلقة، وراح ألقاكم بحلقة ثانية، وإلى اللقاء. قصدا أقول